بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على النبي الحبيب الكريم. هذه ترجمة للعلامة الشبيه واللبوه الموسوي اليعقوبي. هو العلامة محمد الأمين أي الشبيه ابن محمد سالم ابن محمد المختار بين قوسين أبوه ابن حبيب الله ابن محمد ابن المختار ابن الفقيه موسى ابن العلامة الشيخ يعقوب الحساني مجموعة بني حسان المعقيل الهاشمي القرشي. وينتهي نسبه الشريف إلى شهيد مؤتة جعفر بن أبي طالب أي جعفر الطيار رضي الله عنه ونفعنا ببركته. ويرتفع نسبه أيضا لعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما عن طريق جدته سيدتنا زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فهو إذن العالم الورع الشاعر النابغة أحد سادات البيت الموسوي اليعقوبي، عرف بالعلم والكرم وعزة النفس ونفوذ الكلمة، وكانت محضرته مدرسة جامعية تدرس العديد من الفنون الدينية واللغوية، وشكلت فضاء واسعا بلغت أشعاره آفاقا بعيدة، ونهل منها العديد من العلماء والقضاة والسادة الكبار من مختلف القبائل والعشائر، وكان للأشراف السباعيين فيها نصيب كبير. ولد العلامة الشبيه محمد الأمين والمحمد سالم واللبوه حوالي سنة 1885، وتوفي رحمه الله ورضي عنه وعن آبائه الكرام عام 1941 عن عمر لم يتجاوز 56 سنة. لقب بأبوه نسبة لجده الذي توفي عنه وهو ابن سنة واحدة. ومن أبرز أشياخه ابن عمه العلامة محمد الأمين والعبد الرحمن واللبوه طيب الله ذرعه. كان الشبيه مولعا بالعلم ذا همة عالية، سعى لتحصيل العلم بكل ما أوتي من قوة، وكان ينفرد عن الناس للتركيز على التحصيل العلمي، وبلغ به ذلك إلى أنه كان يذهب بعيدا عن الخيام في بعض الأحيان ويتغذى على ورق الشجر. وسافر شمال وجنوب موريتانيا طلبا للعلم، ودفع به طلب العلم وعلو الهمة إلى النهل من معين مكتبة ابن المقداد في مدينة سين لوي، وهي المكتبة الزاخرة التي لا مثيل لها في ذلك الوقت. ومن أبرز طلابه العلامة الجاه والمحمد الأمين والعبد الرحمن واللبوه، محمد عبد الرحمن والمحمد سالم واللبوه، والسيد أحمد والخطاب، ومحمد والحبيب، وعبد الله بارك الله والشيخ أحمد يعقوب، ومحمد البخاري والمامون، ومحمد غلام والأحمد والعلي، والمختار والمحمد موسى، ومحمد عبد الله والمحمد موسى، وأولاد محي الدين واللبوه، ومحمد نوح والممين واللبوه، وماء العينين والممين واللبوه، والبكاي والمحمد الحسن، ومحمد والقدة، وأحمد والقدة، وأحمد بزيد والعالم، وإخوته الذين ألف لهم كتابا يطلق عليه كتاب العجل. وتخرج على يد الشبيه واللبوه المئات من أبناء عمومته اليعقوبيين ومن مختلف بطونهم، كما تخرج على يده الكثير من الطلاب من قبيلة تندغى وانتابة الذين درس فيهم رتحا من الزمن. وقد التقى الشبيه واللبوه آنذاك بالعلامة مولاي أحمد الطاهر والعبد المعطي السباعي في خيمة أهل أحمد سالم والعابدين الدميس في إنشيري، وأقاما جلسات علمية مدة 3 أيام، ونشأت بينهما علاقة قوية وإعجاب متبادل.
ونحن نحافظ اليوم على امتدادها مع أسرته التي نتبادل معها الزيارات والرسائل. وقد شرفنا نجله الشريف مولاي عبد الله والمولاي الطاهر والعبد المعطي عمره الله في طاعته بزيارة في بيت أهل الشبيه واللبوه في فبراير سنة 2023. وقد كان لقاء الشبيه واللبوه آنذاك والشريف مولاي أحمد الطاهر والعبد المعطي في ثلاثينيات القرن الماضي في منطقة إنشيري التي هي مدفن العلامة الشبيه واللبوه ومرابع أبناء عمومة العلامة مولاي أحمد الطاهر والعبد المعطي من مختلف بطون أولاد أبي السباع الشرفاء. وقد رحب العلامة مولاي أحمد الطاهر والعبد المعطي بالعلامة الشبيه واللبوه قائلا: أيا مرحبا أهلا ويوم مبارك بمن هو في علم الشريعة مالك ومن هو في حل العويصة مسرع يضيء بنور الفهم ما هو حالك. وقد أجابه والدنا العلامة الشبيه المحمد سالم واللبوه قائلا: سلام عليكم مرحبا بقدومكم وأهلا وسهلا من كرام أكابر إلى طاهر في أصله وابن طاهر إلى طاهر من طاهر وابن طاهر فني الشرفاء الأكرمين أرومة فمن شاء فلينهض لها من مفاخر يجد حسن ود لا يزعزع ركنه إذا زعزع الأركان ذكر المآثر. وقد وصلتكم قبل إبان هذه لدن ذات ملح من تدبر خاطري وإن لكم جهدي لساني ونصرتي وقلبي ومالي دون كل العشائر. وقال أيضا مولاي أحمد الطاهر والعبد المعطي: أخا الفضل إني قد عشقت مزاركم ومدحكم مدحا يناسب قدركم بما قد رأينا من مآثر جمة إلى بحركم تنمى بها طار صيتكم. أيا نجل السالمين سبقت مسابقا فأنت المجلي كيف يدرك شأوكم مكارم أخلاق أبنت تفضلا وأيدتها بالفعل من قول جدكم فشعركم السحر الحلال ونثركم كدر نثير دبشته يراعكم. نصحت هديت بالكتاب والسنة وأرشدت قراء فلله دركم. طلب الفرنسيون من العلامة الشبيه واللبوه أكثر من مرة تولي القضاء في مدينة واذب، ولكنه رفض ذلك وواصل الرفض حتى توفي رحمه الله في يونيو 1941 كما تقدم، ودفن في منطقة التهرات وهو مزار العائلة، حيث دفن معه بعد ذلك أبناؤه الأربعة وبناته ووالدتهم أبي بنت الشيخ أبو يزيد والمحمد البخاري، وأبناؤه علماء وهم أحمد ومحمد عبد الله ومحمد عبد الرحمن بين قوسين ما ومحمد الأمين أي بين قوسين مدى الدين. كتبه المختار والمحمد عبد الله والشبيه في نواكشوط بتاريخ 27 فبراير 2023. رحم الله السلف وبارك في الخلف. من كتاب اللؤلؤ المشاع في مآثر أبناء أبي السباع لمؤلفه أحمد سالم والعبد الودود الشريف السباعي. والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات.